السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. لقاء جديد وفيديو جديد، يا رب تستفيدوا بيه. لايك للفيديو لو عجبكم، وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس. شرفتوا قناتي، وإن شاء الله تعجبكم فيديوهاتي. الصابون عندنا طبعا محدش ما بيستعملش صابون، وأصغر حتة صابون لأكبر حتة صابون زيادة عندك هاتيها وتعالي شوفي أفكار تحفة. يعني الأفكار لغاية آخر ثانية في الفيديو هتنبهروا فيها، والنتيجة رهيبة رهيبة رهيبة. بيتك هيتغير تماما، هيصبح يعني فوق الخيال، يعني زي ما بتحلمي وأكتر بسبب الصابون ده. شوفي الفيديو لآخر ثانية، هتنبهر إن شاء الله، وهتنفذي كل الأفكار الموجودة فيه. طبعا اللي عنده مبشرة ممكن يبشر صابون عادي، بس انا سهلتها لكم بالطريقة دي. دي حمام مية هنسيح عليه الصابون. هعمله لكم بكذا طريقة. آم، دي اول فكرة من الافكار بتاعت الفيديو. في حوالي يمكن 10 افكار تشوفوها في الفيديو من بواقي الصابون دي. هتعرفوا انه حاجة رهيبة، استحالة هترميه بعد كده. اي حاجة تدي اشكال عندك ممكن تستعمليها. لو ما عندكيش اي حاجة، ممكن اي معلقة عندك او شوكة وتبتدي تشكليه. طبعا اللون التاني برضو نفس الفكرة، هنحاول نحطه في اي حاجة تدي اشكال. خلي بالكم الصابون مجرد ان هو يدوبت يعني ايه بيلزق في بعضيه، مش سايح. بعد كده هيبقى شكله كده، وهتطلعيه هياخد الشكل اللي انت عاملاه. ده ممكن تاخديه وتحطيه في برطمان، وتاخدي منه كل يوم تحطي في التواليت. هيدي ريحة رهيبة وتنظيف للتواليت من غير اي مجهود ولا اي حاجة. قطع ببلاش، وهتنضف لك الحمام وتنضف لك التواليت تمام. دي اول فكرة. ويا حبذا يعني لو كنت وانت بتسيحيه تحطي معاه شوية بيكربونات صوديوم ومعلقة ملح ليمون، هيخلي قوة التنظيف رهيبة مع الريحة. آه، طبعا ممكن ترصيه في البرطمان بالشكل اللي يعجبك، الطريقة اللي تعجبك، وتحطيه حتى كشكل زينة للحمام يعني. لما بيسيح الصابون طبعا ممكن تعملي منه شاور، او يعني شاور لغسيل الايد وشاور للاستحمام. وابسط حاجة انك تحطيه في برطمان ويدي ريحة جميلة، لان هو بعد كده هيجمد وياخد شكل البرطمان. خلي بالكم انا لغاية دلوقتي ما وصلتش للفكرة اللي احنا هنعملها الاساسية، بس انا بوريكم كذا فكرة دلوقتي. طبعا ممكن تزوق البرطمان زي يعجبك، بس يا ريت يكون حاجة بسيطة لانه هيبقى قابل للغسيل يعني. انت بعد الفيديو ده مش محتاجة لمعطر جو، ولا معطر للحمام، ولا لأي حتة في البيت. بالأفكار اللي هتشوفيها، وهتحسي ان بيتك جنة حقيقية، وخصوصا لما تشوفي باقي الأفكار في الفيديو. ده لما ساح الصابون سيحته
وخليت القطع كلها تدخل في بعضيها كل الألوان، فبقى شكل متميز لوحديه. هتشوفوا هنعمل بايه. خلي بالكم الصابون ده ليه قوة تنظيف رهيبة، وخصوصا في الغسيل الأبيض والتنظيف. يعني ممكن تنضفي بيه أي مكان في البيت بعد ما تسيحيه، تحطيه في زجاجة أو تحطيه في برطمانات وتبتدي تستخدميه للتنظيف. تنظيفه رائع رائع رائع، أي بقعة هيحوشها وأي اتساخات بمنتهى البساطة. وليه قوة تنظيف للأبيض رهيبة رهيبة. اهو حطيناه بعد ما ساح في برطمان. بعد شوية هاخد شكل البرطمان تماما وينشف، ولو حطيتيه في أي حاجة هيبقى ياخد شكلها، ويبقى أكنه قطعة صابون بس شكل البرطمان اللي هي فيه. وقطع الصابون دي شوفوا هنعمل بيها ايه. شايفين قطع الصابون انا بلزقها على الزرع، نفس القطع ده هتبقى شكلها تحفة، وفي نفس الوقت ريحتها تحفة، وهتستغنى عن اي اكسسوارات خصوصا في الحمامات والحاجات اللي نفسك ريحتها تبقى جميلة. شايفين؟ وكل ما كانت الوان الصابون متداخلة مع بعضيها هتديكي شكل متميز، تبقي معروفة بيه. شايفة الاشكال، كل شكل مديه شكل مختلف. وطبعا الصابون هينشف اللي في البرطمان، فيبقى الريحة مش عارفين منين ولا منين ولا منين. وتحطيه في اي مكان عندك هيدي منظر وريحة تحفة، وأكن اغلى فواحة في الدنيا. يا ريت الفكرة دي بالذات تنفذوها، وخصوصا الأعياد بالربيع جاية، وشم النسيم والأعياد ورمضان، فطبعا هتبقي متميزة جدا لو عملت الأفكار دي. شايفين هيبتدي يجمد، وهنسيبه لما ينشف تماما، وهتشوفوا هيبقى شكله ايه. يعني الفكرة دي ما اعتقدش ان حد عملها قبل كده. يا رب يعني يعني نفسي الافكار اللي بعملها توصل لكل الناس وكل الناس يستفيدوا. شايفين لما حطيتهم في علب صغيرة ولادي افتكروا انه ايس كريم، من ريحته كانت تحفة تحفة. طبعا كان لازم اقول لهم انه صابون احسن حد يتهور وياكله. شايفين لما ينشف في البرطمان بقى شكله ايه برضو. ولسه هتشوفوا الفكرة هنعمل فيها ايه. والله يا جماعة اللي عايز يبدع ويعمل حاجات كتير هيعمل حاجات تحفة وأحسن مني بكتير. بس انتوا ابتدوا اعملوا الحاجات الموجودة عندكم في البيت، يعني هتبهروا نفسيكم من النتيجة اللي هتبقى فيها الحاجة، وكمان هتبهروا لكل اللي بييجوا عندكم. شايفين؟ طبعا لما تحط الزرع والورد وتحط شوية خرز وحاجات كده، يعني هتحس ان البيت جنة، ونفس الوقت الريحة تحفة، يعني أكنك قاعدة في جنينة أو جنة زي ما بيقولوا. شايفين البرطمان؟ ممكن تحطيه بأي شكل، أو حتى تربطيه وتعلقيه بخيط كده وتنزليه في أي مكان يعجبك. يعني مفيش أجمل من كده ولا أحلى من كده حاجات. يعني ديكور تحفة وريحة تحفة، ومن حاجات بتترمي. الصابون بنرميه، والعلب دي بنرميها، والبرطمانات. فيعني أتمنى إن الفكرة توصل للملايين وينفذوها. وأتمنى إنكم تشيروا الفيديوهات وتساعدوا القناة إنها تكبر علشان الكل يستفيد بيها. وأتمنى لكم كل الخير والسعادة. كل عام وأنتم بخير وسعادة وهناء، وإن شاء الله
تنفعوا نفسيكم، تنتفعوا بالأفكار دي، وابدعوا واعملوا أكتر من كده، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. أنا بحبكم جدا، وأتمنى تحبوا القناة وتخافوا عليها وتحافظوا عليها.